يبدو أنك تسأل عن حكمة الله في خلق القطط ومحبتها للإنسان. هذا سؤال جميل ومهم. القطط هي من الحيوانات التي أنعم الله علينا بها وجعلها من الطوافين على المسلمين، أي أنها تشاركهم في حياتهم وتعيش معهم في بيوتهم. القطط ليست نجسة ولا مؤذية، بل هي طاهرة ومفيدة، فهي تأكل من الآفات وتقضي على الفئران والحشرات، وتنظف نفسها بالماء واللسان، وتلعب مع الأطفال وتسليهم، وتريح النفس وتزيل الهم والغم. القطط أيضا هي من مخلوقات الله التي تسبحه وتعبده، ولها روح وشعور وحقوق، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم إيذاءها أو قتلها أو تركها جائعة أو عطشانة، وأمر بالرفق والإحسان بها، ووعد بالأجر والثواب من يعتني بها ويطعمها ويسقيها، وأخبر بالعذاب والعقاب من يؤذيها أو يضربها أو يقتلها. ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. 1. والقطط تحب الإنسان لأنها تشعر برحمته وعطفه وحنانه، وتقدر نعمته وجوده وصحبته، وترد عليه بالمودة والوفاء والصدق، وتبادله باللمس والنظر والصوت، وتسمع كلامه وتفهم معانيه، وتتبع حركاته وتقلده أحيانا. فالقطط. يبدو أنك تسأل عن حكمة الله في خلق القطط ومحبتها للإنسان. هذا سؤال جميل ومهم. القطط هي من الحيوانات التي أنعم الله علينا بها وجعلها من الطوافين على المسلمين، أي أنها تشاركهم في حياتهم وتعيش معهم في بيوتهم. القطط ليست نجسة ولا مؤذية، بل هي طاهرة ومفيدة، فهي تأكل من الآفات وتقضي على الفئران والحشرات، وتنظف نفسها بالماء واللسان، وتلعب مع الأطفال وتسليهم، وتريح النفس وتزيل الهم والغم. القطط أيضا هي من مخلوقات الله التي تسبحه وتعبده، ولها روح وشعور وحقوق، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم إيذاءها أو قتلها أو تركها جائعة أو عطشانة، وأمر بالرفق والإحسان بها، ووعد بالأجر والثواب من يعتني بها ويطعمها ويسقيها، وأخبر بالعذاب والعقاب من يؤذيها أو يضربها أو يقتلها. ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم